شوف أنا بقول لكم ماذا يقول هذا هذا الذي داخل الحدود. تقول الاثيوبيا، لقد قلت ليش انت اثيوبيا قنبله مؤقته، قلت لنا تمام. شوف انتم تقدروا، قد سويتوا زمان، قتلتونا، حرقتونا داخل الجوازات اليمن، حرقتونا داخل الجوازات الذي في جنب شميلة، حرقتونا 450 شخص. انتم تعرفوا، قلت للناس زمان، تعلمتوا، قتلتونا، حرقتونا. لا، حتى الانسان، شوف خلوا اللي داخل الجبل، ترحلوا لاثيوبيا، ترحلوا من هنا، امسكوا، هيا وجهوا رساله للحكومه واي دوله، مش مشكله، وجهوا، ولا سووا لكم شيء، ولا سووا علشان مال، علشان الفلوس، حرقتونا تمام. بس ده الحين نانا واعين، راسنا مفتوح. الذي داخل الجبل هو داخل الجبل، معهم سلاح في يدهم. انا بالنسبه لي بحمل السلاح، تروح هنا بقتلهم. تعرفوا زمان قتل الناس وهذا تمام. بس اذا مره ثانيه تخلطوا وتسووا معنا شيء هناك، شوف اصحاكم، انا بصحكم، اصحاكم مره ثانيه، تعزوا اي واحد، تحرقوا مثل ما كان حرقتوا اكثر من ال 450 شخص. والله اذا تخلطوا وتسووا مره ثانيه مع الشخص اي واحد من هناك، والله نحن نسوي مثل ما انتم تسووا. خلاص شوف، نحن الحين اليمنيين جنبهم، بسكن معهم، باكل معهم، بشرب معهم. اصحاكم تخلطوا، اصحاكم. هذا نصيحه لكم، هذا نصيحه. بس هرموني بيتنا سووا لنا اساطر خمبينا سمو. كما شاهدتم معنا هذا مقطع الفيديو هذا لاحد الحبوش اللي ساكنين في المناطق الحدوديه، قاعد يتحدى اليمنيين يتهدد اليمنيين بالذبح وبالسحل وبالحرق زي ما سمعتوا. واجب على الدولة وعلى المواطن وعلى المواطنين اللي بيشغلوهم وعلى المواطنين اللي بينقلوهم وعلى الناس اللي بيساعدوهم، واجب محاسبتهم زي ما في أي دولة بتساعد على نقل المخالفين والمجهولين في غرامات وفي سجن. نرجو من الدولة حقنا إن هي تسوي نفس الشيء، اللي ينقل واللي يهرب واللي يدخل تسوي تطبق نفس النظام هذا، غرامات ومصادرة المركبة ومصادرة أماكن الإيواء وترحيل. المفروض أن هذا يترحلوا لأنهم خطر على المجتمع وخطر على الناس. كم قتلوا ناس في الحدود؟ في واحد من جماعة يتقطعوا له وأخذوا عليه الفلوس وأخذوا عليه جوالته وأخذوا على كل شيء. هذا خطر على المجتمع، خطر على الناس، خطر على المواطنين، كارثة، والله إنها كارثة. زي ما اللي قتل في مارب، وقبل سنة مدري سنتين قتل واحد في شبوة. من هذا الأفارقة الحبوش. واجب على الدولة أن في هذا الموضوع أن هي تقوم يعني بإلقاء القبض عليهم وترحيلهم وتبصيمهم.